ازاي تصور صور تجارية لساعة او اي منتج عندك بادوات بسيطة وسهلة وموجودة في كل بيت وبالتليفون بس. مساء الفل، ازيك يا مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ الفيديو النهارده هنعرف ازاي صورنا صور تجاريه للساعه دي وبادوات بسيطه وبالتليفون بس. اولا احنا عملنا انستجرام جديد خاص بالتصوير وبدانا فيه بالصور بتاعت الساعه دي كاول بوست، هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنت المسبق. ثانيا علشان نبدا نشرح الفيديو بتاعنا ده ازاي عملناه او ازاي صورنا الصور دي هنقسمه لثلاث اجزاء. اول جزء الحاجات اللي استخدمتها عندي، ثاني جزء السيت اب، ثالث جزء الايديت، ويلا بينا نشوف عملناهم ازاي. الجزء الاول الحاجات اللي استخدمتها، اولا ترابيزه، ثانيا فرخ لوح اللي هو بيترسم عليه عادي لونه ابيض، علبه تليفون قديم، نوتين، 2 نوت بوك، كتابين قدام عندي من بتوع الدراسه، محفظتين، ورده صناعيه، وطبعا والعنصر الاهم اللي هي الساعه. اول حاجه بدات بها طبعا الترابيزه دي وفرخ اللوح ده، هبدا افرش عليها بالشكل ده. ممكن كبديل فرخ اللوح ده لو ما عندكش او مش في امكانك انك تجيبه، ممكن مفرش ابيض او ترابيزه تكون مدهونه بلون ابيض. وطبعا كنت حاططها قدام باب بلكونه زي كده عشان يبقى الاضاءه بتاعتها حلوه ومنوره السيت اب كويس. بعد كده جبت النوتين اللي قلنا عليهم وحطيتهم بالشكل ده في الزاويه كده. بعد كده جبت المحفظتين اللي قلنا عليهم، احط محفظه تحت كده ومحفظه فوق بالشكل ده. وبعد كده جبت الورده الصناعيه وحطيتها بالشكل ده. بعد كده جبت الساعة اللي هي العنصر الأهم، حطيتها في النص بالشكل ده كده وخدت أول صورة. بعد كده هشيل الوردة وهجيب الكتابين بدلها. جبت الكتابين بدل الوردة، هشيل وردة وأحط الكتابين مكانها بالشكل ده كده وآخد الصورة رقم 2. بعد كده هشيل المحفظة اللي في الزاوية اللي فوق وأجيب بدلها علبة التليفون الجديد، أحطها بالشكل ده كده وآخد الصورة رقم 3. كده خلصنا الجزئين بتوع الحاجات اللي استخدمناها والسيت اب. تعالوا نشوفوا ازاي عملنا لها ايديت مع بعض على الفوتوشوب. طبعا هبقى فاتح الفوتوشوب، دوس كنترول او عشان افتح الصور بتاعت الساعه عشان ابدا اشتغل على دول كده. وهقول لكم على صوره الساعه دي اللي جايبها من النت، جايبها اللي هي دي اللي ظهرت عليه. لو رحنا على صوره من اللي احنا مصورينها هنلاقوا يعني قلب الساعه نفسها مش باين او التفاصيل بتاعت قلب الساعه مش باين. فانا جايب الصوره دي من على النت بواضحه وباينه عشان اخد قلب الصوره واركبها على الصور اللي انا صورتها. وده طبعا مش صح، لكن دي بسبب ان انا ما عنديش اضاءه كافيه انور بيها السيت اب بتاعي وتطلع الصوره بتفاصيلها الكامله. فاحنا بالمتاح حاليا بين ايدينا بنحاول نتصرف. ادوس كنترول ان عشان اعمل عمل جديد. هخلي مقاساتي 1080 1350 ريزوليوشن 300، خليها طولي مش عرض، وادوس كريت عشان دي المقاسات المناسبه للمنصه اللي انا عايز انزل عليها الصور دي. هاخد مثلا اول صوره دي اروح بيها على المقاسات الجديده، ادوس كنترول تي كنترول 0 عشان يعمل لي فيت سكرين، ادوس الت وابدا اصغر فيه زيرو تاني من غير ما ادوس على حاجه، وابدا ادوس كليك يمين، كليك شمال. طبعا كده ما بجيتش الساعه في النص ولا اظبطها بقدر الامكان. الت واسحب برضه عشان تكبر شويه وابدا احرك فيها سهم لفوق بحيث تبدا الساعه في نص الكادر بتاعي. ناقص من الصغر تكبر شويه بس كده مناسبه. كده خدنا المقاس المظبوط اللي احنا عايزينه او الشكل النهائي يعني اللي هيبقى في دوس كنترول تي بس. هي كده بسيطه. دوس كنترول 0. اولا هعمل كذا حاجه، اشيل الحاجات معينه مش عايزها تظهر. اروح على اداه سبوت هيلينج براش تول وهي دي، ابدا ادوس كنترول زائد اكبر الجزء المتكعبش ده او المتن في الفرخ بتاع اللوح، اعلمه عشان يتشال، مش عايزه يظهر. هنا بقى عندي علامه الفور جي دي برضو اعلمها عشان تتشال، عايزها تظهر. العلامه الزرقاء دي بقى هحاول اشيلها بس مش هشيلها بالطريقه دي. ارجع هاخد البين تول حرفه بي ثقيله من الكيبورد صاروا يعني، وابدا اعلمها كده وادوس كنترول انتر عشان يعمل لي السلكشن. بعد ما عملت كنترول انتر وعمل لي سلكشن للشكل اللي انا عايز اشيله ده، ادوس على شيفت F5 من الكيبورد، هيطلع لي الفيلم. هخليها اخد بالي ان انا مختار كونتنت اوير كلر ادابتيشن معلم عليها ومود نورمال وبستي 100%، وادوس اوكي. لما يخلص شل العلامه اللي انا مش عايزها تظهر لها بالبين تول كده F5. كده بقى الشكل النهائي للصوره. جرب يوم هروح على الساعه اللي انا منزلها من على النت مش اللي انا مصورها، واحاول اخد قلب الساعه بحيث احطها على الساعه بتاعتي تبقى مناسبه ليها، تبقى تفاصيل الساعه من جوه واضحه وباين. صار اداه السلكشن او الكيبورد بس، هدوس كليك يمين عليها واختار الاداه الدايره اللي هي بتعمل سلكت الدايره.
اول اعمل سلكت كده، اول اخليه على الجزء اللي جوه بس وادوس كنترول دي. لو خفينا اللاير ده بيجي قلب الساعه بس هو اللي موجود معايا، او بيجي في لاير ممكن اسحبه على الصوره بتاعتي. طبعا هنا كبير، كنترول تي وابدا اصغره بحيث احطه جوه الساعه بتاعتي بحيث يبقى ده قلب الساعه بتاعتي. يعني حاول تخليها مناسبه بقدر الامكان، انت وشطارتك يعني واحده واحده هتيجي معاك. ادوس كليك يمين اختار الديستور وابدا كده شويه. الديستور بيديك حريه اكتر في الترانسفورميشن بتاع الصوره اللي انت بتعملها ادوس كده تقريبا بيجي قلب الساعه. ادوسها معلم انا دلوقتي اللاير بتاع قلب الساعه، اعلم لاير الساعه نفسه وادوس كنترول اي عشان يعملهم لي لاير واحد، وادوس شيفت كنترول ايه عشان يفتح لي كاميرا رو فلتر وابدا اظبط في الوانها وشكلها ويبقى شكلها احلى. بيزك كنترول كده برضه كده حاجة بسيطة وايت أقلل شوية، لا تبقى برضه فيه بيكتشر ده 10 سيرتي 10 بيهير 10 فايبرنس خليها 20 سيريشن أو ممكن فايبرنس خليها 15 لا الفايبرنس خليها 10 الساتوريشن خليها كده. اكتب البيزك وهيصير نقطة في النص، نقطة فوق، اللي فوق ابدأ احركها لتحت شوية واللي فوق ابدأ اعليها لفوق شوية. اكتب الكيرف اروح على الديتيل خلي الشاربن 50 نويز ريدكشن 20 كلر نويز ريدكشن 20 واقفل الديتيل. اروح على افكت واعملها بيجنيتين -30 دوس انتر كانها يخلص كده. ده الشكل النهائي للصوره. وادوس شيفت كنترول اس واحفظ الصوره بتاعتي بالطريقه اللي انا عايزها. والكلام ده هعمله في الثلاث صور مش في الصوره دي بس. نروح على صوره ثانيه مثلا. في الصوره الثانيه مفيش غير انك هتظبط الكادر وتحط قلب الصوره وتعملها نفس الايديت. والصوره الثالثه بنفس الفكره. هعملهم بسرعه كده انتوا خلاص وصلت لكم الفكره. هعملهم بسرعه قدام. وبكده نكون خلصنا مرحلة الإيديت وجاهز الصورة بتاعتنا للنشر. في ملحوظة عايز أقول لكم عليها، إن لما تيجي تصور منتجات زي كده يعني الديكور اللي هيبقى حوالين المنتج حاول تخليه مناسب للصورة أو يعني توصل منه رسالة. كان الفكرة اللي مسيطرة على ذهني ساعتها إن الوقت ممكن تستبدله بفلوس، أو وقتك هو أكبر أصل عندك، يعني وقتك هو أثمن حاجة أو أكبر حاجة عندك، فحاول ما تضيعه. وإلى هنا عزيزي المليونير لقد انتهت جرعة دواوين التعلم لهذا اليوم. انتظركم في جرعة أخرى. إلى اللقاء.